انا بقى متاكده ان انت هتشوفي طريقه الجلاش دي بجد هتعمليها على طول من جمالها وسهولتها. حلوه جدا جدا، وزي ما قلت لكم دايما بنحب ندخل المطبخ في الجو الحر ده. دايما بنحب نعمل اكلات سهله وسريعه كده وما تاخدش معانا اي وقت خالص، ولا كمان لو عملتيها جنب اي اكله بجد هتبقى ممتازه جدا. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسينيش بقى في لايك وكومنت حلو منك. اول حاجه طبعا معانا لفه جلاش، واهم حاجه تكون طازه. يعني ايه مثلا؟ ما تكونش بايته عندك في التلاجة. يعني الوصفه بتاعتنا النهارده هي عايزه تكون كده لفه الجلاش تكون فريش عشان تبقى طريه معاكي كده وتبقى حلوه. اول حاجه طبعا هناخد ايه ورقتين ورقتين، وطبعا معانا اللحمه المفرومه. طبعا اللحمه المفرومه بنعصجها بالطريقه العاديه جدا، وهنبتدي اللي احنا نقطع فيها بعد طبعا ما نعصجها ونخلصها خالص. هنبتدي اللي احنا نقطع فلفل اخضر. هتعصجيها ازاي؟ هتجيبي البصل هتقطعيه قطع صغيره، عايزه تفرميه في الكبه مفيش اي مشكله. وهنبتدي اللي احنا طبعا بمعلقتين سمنه بلدي وشويه كده من زيت الذره. البصله تصفر معانا، هنبتدي اللي احنا ننزل باللحمه المفرومه. هنديها تقلبتين ونبتدي اللي احنا نحط التوابل، ملح فلفل اسود بابريكا وشويه من بهارات اللحمه. وهتبقى معاكي اللحمه المفرومه جاهزه تعملي بيها الحشوات بتاعتك. هتبقى حلوه جدا جدا. هنا طبعا بعد ما اعملها واحطها كده بقى في طبق، ببتدي ان انا اقطع عليها فلفل اخضر. بتبقى حلوه جدا. انت بقى لو انت كمان عايزاها سبايسي هتعمليه سبايسي وهيبقى حلو قوي معاكي. عايزاه بارد مفيش اي مشكله، اللي بتحبيه والولاد بيحبوه اعمليه. طبعا هبتدي اخد ورقتين ورقتين واحشيها زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل ده. وابتدي كمان اللي انا اقطعها صوابع زي ما انتوا شايفين كده. ويا سلام كمان لما على اللحمه المفرومه تبتدي كمان اللي انت تحطي كده جبنه موتزاريلا او جبنه ميكس براحتك جدا، بس بصراحه ما كانش متاح عندي. ما توقفيش حاجتك على حاجه، كل حاجه متاحه عندك والمتاح معاكي اعملي منه، وهيبقى زي السكر من ايدك. زي ما انتوا شايفين عملت طبعا الكميه كلها بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، كلها صوابع كده، وعملت اللفه خدت معايا، عملت معايا الصينيتين اللي انتوا شايفينهم دول. بجد حلوه جدا جدا. كده فاضل ايه بقى؟ كده فاضل التشريبه. تعالي بقى مقولك على التشريبه. حلوه قوي قوي. هتجيبي لبن لكل صينيه طبعا زي ما انتوا شايفين كده، كوبايه لبن اللي هو المج العادي اللي هو مج الشاي العادي، وكمان بيضايه. وادام في بيت يبقى لازم يكون فيه فلفل اسود، وهنحط ملح وفلفل اسود. وخلاص على كده هنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. وهنبتدي كمان اللي احنا بقى نشرب بقى صينيه الجلاش بتاعتنا. شايفين حلوه كده وصوابع محشيه بقى باللحمه المفرومه وكمان الفلفل. عايزه تحطي قوطه براحتك جدا. زي ما قلت لك الحشوات دي احشيها بالطريقه اللي تريحك، اللي انت بتحبيه واللي الولاد بيحبوه اعمليه. بعد طبعا ما شربتها التشريبه بتاعتنا للصينيتين، هبتدي كمان اللي انا احطها في الفرن على درجه حراره 200 لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي. وهتخرج معايا زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل ده. طبعا ايه لو انت هتقدميها في نفس الوقت مفيش اي مشكله، بس اول ما تخرج معاكي من الفرن عشان تبقى طريه كده وحلوه جدا لازم طبعا تغطيها بورقه فويل زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هنا بقى خلاص انا هقدمها، طبعا غطيتها بورقه فويل عشان تطرى معايا وتبقى حلوه جدا. شايفين اصلا هي شكلها بيتكلم عنها، واخده اللون الذهبي من بره وطريه كده من جوه، ومع اللحمه بقى المفرومه وكمان الفلفل بقى السبايسي يا سيدي على الجمال. حلوه قوي قوي. شايفين بقى الصوابع بجد جميله جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. وصلتي بقى معايا في الفيديو لحد هنا، ما تنسينيش في لايك وكومنت حلو منك. وجربي بقى وصفه الجلاش دي بجد هتعجبك جدا وهتعتمديها في وصفاتك. وان شاء الله نعمل مع بعض وصفات تانية كتير. ما تنسيش بقى تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله نعمل مع بعض وصفات تانية كتير. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. اعملي بقى وصفة الجلاش دي وهتعتمديها ان شاء الله لانها بجد خطيرة. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.